ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة محشي الكرنب. هوريكم كل تركاته، ازاي هنسلقه ونقطعه، وكمان هنعمل الخلطة مع بعض. قبل ما نبتدي احب افكركم متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويلا نشوف هنعمل وصفتنا النهاردة ازاي. عندي هنا اول طريقة هي اني هبدأ هاجي من عند طرف كل عرق وهقطعه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهفصلها ورقة ورقة بشويش جدا. طبعا عشان انا مسرعة باين قدامكم ان انا بشتغل بسرعة، لكن احنا هنشتغل بشويش خالص. زي ما انتوا شايفين بطرف السكينة بقطع العرق بالطريقة دي، وابدأ اشد الورقة بشويش خالص بحيث انها ما تتقطعش معايا، وهفضل مكملة بالطريقة دي لحد الاخر. تاني طريقة عندي هي اني هشيل الراس بتاعت الكرنباية خالص زي ما انتوا شايفين بطرف السكينة حوالين داير. هبدأ اقطع وبدخل لجوه طول ما انا بقطع، وبعد كده هشيلها بالطريقة دي وهحطها في الحلة زي ما هي. انا عندي هنا في الحلة هحط مية تغلي، وهضيف ليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون، وهضيف ربع معلقة من السكر او نص معلقة. كل المعالق دي هتكون صغيرة. اقلبهم مع بعض، وبعد كده هضيف الكرنباية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هبدأ ادخلها بشويش خالص، هي عشان بس منفوشة شوية، بس كل دوت هيهبط وهتنزل معايا جوه الحلة بكل سلاسة وسهولة. اهم حاجة واحنا بندخلها منزقهاش علشان الورق بتاعها ما يتكسرش معانا، منزقهاش جامد، بشويش خالص. انا هنا هحتاج شوية مية زيادة، هنضيف لها مية زيادة علشان المية تكون مغطياها. هنا بعد حوالي من 15 ثانية ل 20 ثانية هقلبها على الناحية التانية برضو بشويش خالص، وهسيبهم برضو من 15 ثانية ل 20 ثانية. انا عايزة الورقة بتاعتي طرية بس ما تكونش اتسلقت سلقة كاملة، هتكون بس بتتلم معايا كده بكل سلاسة. هوريكم دلوقتي ازاي. زي ما انتوا شايفين كده اتلمت اتطبقت معايا، بس مش مستوية سوا كامل، عشان كمان الورق بتاعي ما يتهريش لما اجي اسويه في المحشي نفسه. طول ما انا شغالة العرق هيظهر معايا باقيه، هفككه بكل بساطة زي ما انتوا شايفين كده، وهحاول ان انا اقطع العرق او اللي هي العصب اللي في النص، وهكمل بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل لاخر الكرنباية. احب افكركم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، ولو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل فيديو جديد. زي ما انتوا شايفين الورق بتاعي طالع طري بس مش مهري. كل ورقة انا دلوقتي بدأت في الطريقة التانية اللي هي بنضيف كذا ورقة مع بعضيهم، مش بنحط الكرنباية كلها كاملة. الورقة عندي بتقعد من 15 ل 20 ثانية بس مش اكتر، انا مش عايزة الورق بتاعي يتهري. دلوقتي زي ما انتوا شايفين خلاص خدت وقتها الورقة بتاعتي، هشيلها. زي ما انتوا شايفين انا مش مخليها مستوية زيادة عن اللزوم. طبعا هتختاروا الطريقة اللي تريحكم في سلق الكرنبة، ان انتوا تشيلوها ورقة ورقة او تسلقوها كاملة. انا عن نفسي برتاح في الطريقتين، وكمان بتبقى حسب الكرنباية اللي انا جايباها. زي ما انتوا شايفين كملت الكمية بالطريقة دي. بعد كده دلوقتي هوريكم ازاي هنقطعها. عندي هنا بجيب ورقة الكرنب وبطبقها على بعضها، وبشيل العرق بتاعها الناشف اللي موجود فيها. بعد كده هبدأ ألفها رول في ايديا
زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هبدأ الفها رول كده على بعضها وهقسمها نصين. هاخد نص منهم وافرده، بعد كده هبدأ اقطعه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. دي اسهل طريقة لتقطيعه. طبعا حابين الصباع يكون كبير او صغير، دي حاجة ترجع ليكوا وترجع للحاجة اللي انتوا بتحبوها. احنا بنحب صوابع صغيرة، فهتلاقوها حجمها صغير او متوسط، مش بنحب الورق الطويل زيادة عن اللزوم. هعمل معاكم واحدة تانية. احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. مرة تاني هقطعها بالنص وهفردها، هفرد نص منهم وابدأ اقطعه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين الورق معايا مش مهري، بأكد عليكم ما نهريهوش في التسوية، ما نقعدوش زيادة عن اللزوم علشان نقدر نتحكم فيه واحنا بنلفه ما يتقطعش معانا، وكمان علشان ما يتهريش معانا لما نيجي نسويه في المحشي. بعد كده هبدأ احضر معاكم دلوقتي خلطة المحشي. عندي هنا في حلة هبدأ اضيف زيت حوالي 3-4 معالق زيت. هنزود الزيت شوية. بعد كده هنزل عليهم بحوالي من 4 ل5 بصلات متوسطين الحجم. المحشي الكرنب بيحب البصل جدا يا جماعة، فزودوا البصل فيه. هقلب البصل كويس جدا لحد ما يدبل او حجمه يضمر، اللي هو يقل خالص. زي ما انتوا شايفين كده حجمه قل معايا وخلاص دبل. هبدأ انزل عليه دلوقتي بكيلو من الطماطم المعصورة او المضروبة في الخلاط. من كيلو لكيلو ونص على حسب استخدامكم، بس هو كيلو كفاية قوي. هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة من الصلصة المعلبة العادية جدا عشان بس تدي لون اقوى شوية. وهضيف كمان معلقة من الشطة. هقلبهم معاها وهسيبها لحد ما تتسبك خالص. انا لحد دلوقتي ما حطيتش للصلصة بتاعتي اي توابل. بعد ما تتسبك هبدأ اضيف لها التوابل بتاعتها. عندي هنا خلاص الصلصة اتسبكت زي ما انتوا شايفين، والزيت طلع على وشها، والمية بتاعتها خلاص قلت كتير جدا زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي احط التوابل بتاعتي للمحشي، وهي عبارة عن معلقتين من الملح، معلقة فلفل، كل المعالق اللي هقولها دي معالق صغيرة، وهضيف ربع معلقة من الجنزبيل، وطبعا هضيف بهارات 7 بهارات، هضيف معلقة صغيرة او اقل كمان، ومعلقة طبعا اساسية في محشي الكرنب هي الكمون. هقلب ده كله مع بعضه. انا اسفة حصل عطل في الكاميرا. انا هنا ضفت الرز، كنت عاملة 3 كوبايات من الرز، وعاملة الخضرة كمان 3 حزم من الخضرة، غسلاهم كويس وقلبتهم معاه، وكمان ضفت نعناع ناشف، اساسي في الكرنب النعناع الناشف. دلوقتي هنبدأ نحشيه مع بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. باخد ورقة وبضيف نص معلقة صغيرة من الرز، او حسب الورقة اللي قدامي هتاخد معايا كمية قد ايه، بس هي في العادي ما بتاخدش اكتر من نص معلقة صغيرة من الرز. زي ما انتوا شايفين بفرد الورقة وبضيف الرز بالطريقة دي وافرده وابدأ الفه. ده شكل الصباع عندي، وبكمل الكمية بنفس الطريقة دي. هوريكم كل اشكال الورق سواء صغير او كبير، وهتلفوه ازاي بكل بساطة. زي ما انتوا شايفين الورقة دي عندي مش مظبوطة مربعة مستقيمة قوي، عادي جدا حشيتها ولفتها عادي، بس من ناحية ببدأ من الناحية العريضة. احب افكركم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل فيديو جديد. بعد كده هبدأ احضر الشوربة. عندي هنا شوربة لحمة، او شوفوا حابين شوربة كوارع اللي انتوا حابينه،
وهضيف لها مرقة من مرقة اللحمة مكعب واحد، ومعلقة من الصلصة، سواء الصلصة اللي احنا جهزناها من قبل ما نتبلها او صلصة جاهزة عادي جدا. وزودت شوية مية وقلبتهم مع بعض وهسيبها لحد ما تغلي. عندي هنا الشوربة غلت خلاص. انا هنا هسقي المحشي بالشوربة اللي انا عملتها. اسفة مرة تانية بسبب العطل اللي حصل في الكاميرا ان هي مصورتش الجزء ده. انا هحط المية لحد ما تغطي المحشي زي ما بالظبط لما بعمل رز عادي جدا. هتغطيه وهضيف كمان طبق ليه، مجرد ما تتشرب معايا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي هقفل عليه واوطي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي. وده كان شكل طبق النهارده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. هنستنى رايكم تكتبوها لنا في الكومنتات تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو انتوا اول مره بتشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.